اهلا وسهلا بكم معانا وحلقه جديده من حلقات برنامجنا من داخل اكبر صرح طبي لعلاج العقم في مصر والوطن العربي من داخل مستشفى دار الطب. لكن النهارده عايزه اقول لكم بقى موضوع حلقتنا برضو اعتقد هيهم قطاع كبير جدا من السادة المشاهدين. النهاردة هنتكلم عن فكرة تأخر الحمل، أسبابه. في مثلا سيدة ممكن ما تحملش خالص، في سيدة تحمل وبعدين يحصل لها إجهاض، في سيدة تتأخر في حدوث الحمل. كل الحاجات دي هنتكلم عنها في حلقة النهاردة، أسبابها، طرق علاجها، كيف يتم تشخيصها. طبعا اللي هيجاوب على كل الأسئلة دي اسمحوا لي بداية إن أنا أرحب بالاستاذ الدكتور احمد عوض الله، استشاري امراض النساء والتوليد واطفال الانابيب والحقن المجهري بمستشفى دار الطب. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك. بدايه يا دكتور، بما ان احنا ده هيكون موضوع حلقتنا النهارده، عايزين نعرف من حضرتك كيف يحدث الحمل الطبيعي؟ الحمل الطبيعي هو لقاء بين البويضه والحيوان المنوي. ياتي هذا اللقاء داخل قناه اسمها قناه فالوب. قناه فالوب دي هي في جسم المراه ملاصقة ل أو جزء من عضلة الرحم، بيخرج منها 2 أنبوبة شمال ويمين. الأنابيب دي قطرها من الداخل في أكبر مكان أو في أكبر قطر لها لا يتعدى سن القلم الرصاص من الداخل. لو كسرنا وبصينا في الخشب ولقينا جواها الرصاص. القناة بتاعت فالوب هي مكان مجوف، هي وظيفة اكتر منها شكل. فالفكر بتاع ان انا ببص على قناة فالوب على انها وظيفة في بعض الاحيان بتبقى مش موجودة عند الاطباء. بيتخيلوا ان احنا طالما عملنا الاشعه بالصبغة والاشعه بالصبغة سليمة يبقى مبروك كده، السيدة الانبوبة عندها سليمة 100%. بس ممكن تبقى وظيفيا الانبوبة دي مش سليمة، تشريحيا سليمة ولكن وظيفيا مش سليمة. طب برضه يا دكتور كنت عايزه اعرف منك ماذا يعني تأخر الحمل؟ دايما الكلمة بيقول لك تأخر الحمل تأخر الحمل، ايه معنى؟ بص حضرتك، في حاجة اسمها تأخر حمل أولي، في حاجة اسمها تأخر حمل ثانوي. ايوه، الفرق ما بينهم بقى. تأخر الحمل الأولي هو أن لا يحدث حمل أو إجهاض أو حتى محاولة لحدوث حمل بأرقام بسيطة جدا في اختبار الحمل. وتأخر الحمل الثانوي هو أن يحدث حمل وتنجب المرأة، أو يحدث حمل وتجهض المرأة، أو يحدث حمل وتجهض المرأة في الشهور الأولى من الحمل ويتأخر عليها الحمل فيما بعد. تأخر الحمل الأولي يعدي على المرأة من 12 ل 18 شهر ولا يحدث حمل. تأخر الحمل الثانوي إنه من 18 شهر ل 24 شهر بعد الولادة من غير موانع حمل أو بعد الإجهاض وفي دورة منتظمة ولا يحدث حمل. طب دلوقتي مثلا يا دكتور لو لجأنا لتقنية أطفال الأنابيب أو الحقن المجهري، هل ده ممكن يساعد على علاج العقم الأولي والثانوي؟ بص حضرتك، خلينا نتكلم على الجزئية بتاعت تأخر الحمل غير معلوم السبب، لأن دي بتبقى الأشيع أو الأكثر عند السيدات اللي عندهم تأخر الحمل الثانوي. لأن ده قطاع عريض زي ما حضرتك قلتي في الأول، ودي مجموعة من السيدات الأعداد بتاعتهم كبيرة قوي، بيجدوا طريقهم غير واضح في الفكر والمجتمع الطبي. بيعملوا الفحوصات بتاعتهم، بيبقى عندهم ولد أو 2 أو 3 طفل أو 2 أو 3 وما بيحصلش حمل بعدها. طب ليه ما بيحصلش حمل؟ ما بيحصلش حمل لأنه زي ما اتفقنا في أسباب، وقد يكون هناك ما فيش أسباب. يعني ممكن يبقى في سبب لتأخر الإنجاب وممكن ما يبقاش في سبب لتأخر الإنجاب. بالذات السيدات اللي عندهم تأخر الحمل الثانوي اللي هو بعد ولادة أو بعد إجهاض بتلاقي نفسها مش عارفة تحمل، المجموعة دي بيبقوا غالبا غير معلوم السبب. والمجموعة دي ممكن تقولي لي انه حاجة في الجسم المناعي بتاع هذه السيدة بدأ يتطور، بدأ يتغير. ممكن يبقى فيه التهاب معين بعد الولادة دخل أصاب قناة فالوب من الداخل فخلاها وظيفيا لا تعمل. ولكن في نهاية الأمر تأخر الحمل الأولي أو تأخر الحمل الثانوي لما بيجد الأطباء أن كل حاجة سليمة عند الرجل والمرأة اللي هم اسمهم تأخر الحمل غير معلوم السبب، العلاج بيبقى ما يسمى الحقن المجهري وأطفال الأنابيب.
طب دلوقتي يا دكتور مثلا يعني عايزين نعرف اسباب العقم عند السيدات، هل هو مثلا بيختلف من سيده لاخرى وايه هي الاسباب المعروفه والاكثر انتشارا؟ بص حضرتك، هو احنا ذاكرنا في الكتاب من عشرات السنين ولا زال حتى هذه اللحظه الاسباب واحده، ولكن النسب متغيره. يعني احنا في الثمانينات والتسعينات كان يقول لك تأخر الحمل بيصيب من 10 ل 12% من راغبي الإنجاب. دلوقتي يقول لك تأخر الإنجاب بقى بيصيب من 17 ل 23% من راغبي الإنجاب. يعني ده معناه إن النسبة تضاعفت في 20 سنة. هتقولي لي إيه اللي خلى في تضاعف في النسبة من 20 سنة؟ هنقول الحاجات دي بعد شوية. بالنسبة لي الجزء بتاع هو ايه السبب اللي عشانه بيتأخر حمل، 30% يخصهم في الأسباب الرجل، و50% بتخصه يعني جوه عند المرأة. وعند المرأة يا مشكلة في قناة فالوب، يا مشكلة في التبويض، يا مشكلة في تجويف الرحم، و20% اللي هو غير معلوم السبب. بالنسبة للحيوان المنوي قد يكون الضعف بسيط، قد يكون الضعف متوسط، قد يكون الضعف شديد في الحيوان المنوي. ده بالنسبة للجزء بتاع الحيوان المنوي. بالنسبة للمبيض ممكن يكون في مشكلة بسيطة في عملية التبويض، وممكن تبقى المشكلة في كفاءة المبيض، وممكن تبقى المشكلة ودي المشهورة قوي اللي هي اسمها تكيسات المبيض أو المتغير اللي بيبقى موجود في المبيض اللي بيخلي السيدة هرمونيا في إشارات خاطئة من المبيض للغدة النخامية، وهذا يؤثر سلبا على اللي هو التبويض عند المرأة. المجموعة الثالثة اللي هي المجموعة اللي بيبقى عندها مشكلة في تجويف الرحم، ودي مجموعة قليلة شوية، اللي هي ان كفاءة بطانة الرحم بتبقى منخفضة. يبقى انا النهارده يا عندي مشكلة في الأنبوبة ودي في حدود من 25 ل 30%، يا عندي مشكلة في الحيوان المنوي عند الرجل ودي في حدود 30%، يا عندي مشكلة في قناة في التبويض ودي في حدود من 25 ل 30%. تمام. طب برضه دي الأساسيات على فكرة. ايوه. طب دكتور لو هنتكلم على فكرة يعني الناس اللي عايزة تزود فرص حدوث حمل، ايه هي الشروط التي يجب توفرها لحدوث الحمل؟ الشروط الأساسية لحدوث حمل أن يكون الرجل والمرأة سويا، ده نمرة واحد. أن يكون هناك عملية أو لقاء بين الرجل والمرأة في الأوقات بتاعة التبويض، ده نمرة اتنين. تمام. إنه يكون الأساسيات بتاعة تأخر الحمل كفحص هم عملوها عشان ما يقعدوش يلفوا ويدوروا حوالين نفسهم، وتلاقي الرجل يقول لك أصل القصف سريع، أصل القصف بطيء، استنتاجات، أصل مفيش انزهاق، أصل في لزوجة، أصل الحيوانات المنوية معظمها بيخرج بره المهبل، أصل في مش عارف التهابات عند المرأة، أصل هي مش يعني الحاجات دي كلها حاجات في أغلب الأحيان لا تكون سبب واضح لتأخر الإنجاب. طيب مثلا يا دكتور برضو في سؤال مهم قوي ممكن يكون غايب عن ناس كتير، اللي هو مثلا هل في نوع معين من الأطعمة قد يؤدي إلى تأخر الإنجاب؟ والله بصي حضرتك، الملوثات البيئية وطبعا ده جزء منها البريزرفاتيفز او الحاجات اللي بتبقى اللي هي الاكلات المحفوظة او المواد المعينة اللي بتتحط زي دريسنجز او اللي هي الحاجات اللي بتتحط مثلا صوصات او حاجة على الاكل، قد يكون لها تأثير على جودة البيضة او الحيوان المنوي، لانه في نهاية الامر انا زي ما قلت لحضرتك احنا ممكن يكون في حاجات معينة يستخدمها بعض الرجال أو السيدات تكون بتأثر على عملية الإنجاب سلبا، وممكن يكون في في ناس تانيين لا تؤثر. طب دكتور عايزين نعرف برضو يعني او الساده المشاهدين عايزين يعرفوا ايه هي الوسائل المساعده على الانجاب وطرق علاج الاسباب التي تعوق الحمل؟ بص حضرتك، زي ما بيقولوا إذا عرف السبب بطل العجب. تمام. الأساسيات في العلاج بتاع تأخر الإنجاب هو أن توضع فكرة وتوضع خطة
والخطة يبقى لها نقطة بداية ونقطة نهاية. لو أي بني آدم بيسعى إلى حدوث حمل كرجل وامرأة حطوا نصب أعينهم الفكرة دي، هتلاقي الدنيا بقت في منتهى السهولة. وهتلاقي الناس اللي ماسكة شنط وبتجري على العيادات والمراكز قالوا النص. خلاص. يبقى تاني، إذا عرف السبب بطل العجب. نمرة 2، لابد أن يكون هناك نقطة بداية ونقطة نهاية للعلاج اللي هيتعمل لتأخر الإنجاب. فأنا النهاردة مثلا واحدة ست عندها ضعف في التبويض، هديها أدوية لتنشيط المبيض. الأدوية اللي هديها لها لتنشيط المبيض دي أنا بديها ليه؟ عشان هي عندها ضعف في التبويض. طب لو هي ما عندهاش ضعف في التبويض يبقى بلاش أدوية لتنشيط المبيض. أدي واحد. لو واحدة سيدة عندها إعاقة في الأنبوبة، نبدأ نقعد نتكلم يعني باللوجيك. تمام. هل حضرتك لما هتاخدي الأدوية بتاعت، هل لما هتعملي عمليات عشان تسليك الأنبوبة في سيدة عندها أنابيب مسدودة ده هيفيدك؟ لا. واحدة ست عندها انتفاخ شديد في الأنابيب، لما أنا هديها هعمل لها عملية عشان أحاول أساعد إن الأنبوبة دي تسلك. هو اللي بيتحرق جلده بكرة الصبح لو راح لأحسن جراح تجميل في العالم هيرجع طبيعي 100%؟ لا. فالأنبوبة لو فيها مشكلة العلاج لابد أن يكون في فكر معين. والله أنا ناوي أعمل منظار، ماشي، أعمل منظار تشخيصي أو أساعد الأنبوبة دي بأن أنا أفك الالتصاقات اللي حواليها، ماشي. بس لو ناوي أبدأ العلاج ده وافضل طول عمري قاعده باخد ادويه تنشيط بعد كده واقول اصل الدكاتره بيقولوا لي غير معلوم السبب، لا، معلوم السبب. انا عملت عمليه وسلكت الانبوبه، وبعد لما سلكت الانبوبه خدت وقتي اللي هو الوقت، وفي الوقت دون ما حصلش انه الانبوبه دي هي كانت المكان المناسب ان البيضه والحيوان المنوي يقابلوا بعض فيه، فبقت اسمها ايه؟ تاخر حمل غير معلوم السبب. طب الست اللي بتاخد ادويه تنشيط والمبيض بتاعها اتنشط بالادويه، وبعد لما اتنشط بالادويه الست دي ما حملتش، بقى اسمها ايه؟ تاخر حمل عشان لا تبويض. بقى تاخر حمل وبتاخد منشطات بس في تبويض، فاتقلبت من لا تبويض لتاخر حمل غير معلوم السبب. حضرتك فهمتي قصدي؟ ايوه. فدائما ابدا طالما هبدا خطه علاج احط لنفسي خط بدايه وخط نهايه، والدكتور اللي يقعد قدامي يبقى بيقول لي انت هتحملي بنسبه كذا من الاجراء اللي هتعمليه في ال6 شهور الجايين دول. انت هتحملي بنسبه كذا من الاجراء اللي انت هتعمليه في ال3 شهور الجايين دول. لازم يكون واضح مع البيشنت او المريض من البدايه يعني. الرجل وكثيرا ما يحدث تلاقي رجاله ماشيين بقالهم سنين في العيادات، بياخد علاج، بيعمل عمليه دوالي، بيروح يشيل ميه من على الخصيه، بياخد هرمونات، بيعمل كل حاجه، بيعمل ويسوي، ومراته ما بتحملش، والراجل هيتجنن. ما هو ايه؟ أيوة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طبعا وتكلفه وحمل كبير، بيبقى عبء كبير. احنا النهارده لو انا النهارده هاخد انا كرجل علاج عشان تحسين كفاءه او جوده الحيوان المنوي، النهايه ايه؟ ان مراتي تحمل. صحيح. مش ان انا امسك شويه اوراق واقول الله ده التحليل بقى زاد من 4 مليون بقى 15 مليون، ماشي. هو لما زاد هي نتيجه هلاقيها في امرأتي، في الزوجه، في الحمل. يعني الاساسيات هو يتعرف السبب فين، يتاخد علاج، ومع وضع خطه العلاج دوت يبقى معروف بدايته ايه ونهايته ايه، ويبقى معروف نسبه النجاح بتاع العلاج ده ايه، ومقارنه التقنيات الطبيه اللي موجوده، عشان والله دي نسبه علاج نسبه العلاج بتاع التقنيه نمره أ 15% في 6 شهور، وتقنيه نمره ب 20% في ال3 شهور الجايين، والتقنيه نمره ج 50% في شهر، وانت بعد كده تقرر انت تحب ايه. لانه ممكن يكون بيجوز لسيده ورجل اكثر من فكره، فانت بتعملي لهم حاجه اسمها كونسلنج او استشاره، ما بعد ذلك هم صانعي القرار معاك. انما مثلا تيجي واحد مثلا رجل يقول لك ايه الحيوانات المنويه الحركه بتاعتها صفر، تقولي له انا عايز اعمل لك حقن مجهري، يقول لك لا انا جاي اعمل تلقيح صناعي، تقولي له لا انا اسف. الابحاث العلميه بتقول ان الحركه الاماميه للحيوان المنوي لما بتقل عن 10% في اكتر من تحليل او تحليلين، اكتر من تحليلين ومطالع
الحركه الاماميه اقل من 10%، العلاج المقترح في الطب هو الحقن المجهري، او ان مراتك تحمل طبيعي في يوم لوحدها. هقول لك لا ده انا بيقولوا لي اعمل تلقيح صناعي. هقول له ماشي، حضرتك تبقى عارف ان التلقيح الصناعي فرصه حدوث حمل منه بالتحليل ده اكس 2%، 5%، 10%، وهو صانع القرار بعد ذلك. انما مثلا هيجي لك واحد يقول لك ايه تحليل السائل المنوي زيرو، اعمل لي تلقيح صناعي، هتقول له ما ينفعش انك تعمل لك تلقيح صناعي، لان ما فيش عينه بتتاخد من الخصيه بتتحضر وترجع في الرحم، ده ممنوع. ده مش طب بس. تمام. طب دكتور دلوقتي برضو بالنسبه للسيدات او الزوجات اللي بياخدوا حبوب منع حمل وجت بعد فتره وقفتها ممكن رغبه منها في حدوث حمل او كده، في بعض الشائعات اللي بتقول ان ممكن حبوب منع الحمل دي حتى بعد ما تيجي توقفيها ده يأثر على فرصة حدوث حمل بالسلب. ده يعني بيؤثر إيجابيا على كفاءة المبيض وعلى إحداث تبويض وعلى حدوث حمل في الشهور اللي بعد اللي بيقف فيه هذا العلاج. ده بيفيدها يعني مش طبعاً. بيضرها. احنا دلوقتي كل السيدات اللي بنبدأ لهم دورات حقن مجهري بنديهم في الشهر اللي قبل اللي بنبدأ فيه تنشيط المبيض أقراص منع الحمل. هتقولي لي ليه؟ أقول لك أصل ده عامل بالظبط زي لما نكون هنيجي نصور مع بعض وجينا قبل لما نصور دخلنا إيه غفلنا شوية. غفلنا ليه؟ عشان نبقى فايقين واحنا بنسجل. نفس الكلام بالظبط. انت بتخلي المبيض يهدى وينام وقتيا وبعدين تدخلي تقومي تبداي تنشطي المبيض في الشهر اللي بعديه. طب دلوقتي يا دكتور برضو عايزين نفهم الساده المشاهدين ايه هو دور منظار البطن في تشخيص حالات تاخر الانجاب لدى السيدات؟ منظار البطن ظل لمده 20 سنه من منتصف السبعينات الى منتصف التسعينات، هو واحد من اكثر التقنيات الطبيه دقه في تشخيص ما يحدث داخل الحوض. يعني ايه منظار بطن؟ منظار البطن ده عباره عن كاميرا، الكاميرا دي بتدخل من السره، الكاميرا دي بتدخل والسيده نايمه، الكاميرا دي بتدخل عشان تفرجني على الرحم من الخارج، قنوات فالوب من الخارج، الصفات التشريحيه للحوض، المبيض وعلاقته بالانبوبه، وبتتحقن صبغه من تحت، والصبغه دي نتفرج عليها وهي بتخرج من الانبوبه. ده اللي اسمه منظار البطن وليس منظار الرحم. لان منظار الرحم هو ان احنا ندخل كاميرا، الكاميرا دي توريني الاوضه من جوه، الاوضه دي يعني تجويف الرحم من جوه، انما الثانيه دي بتوريني كل حاجه من بره، زي بالظبط لما تيجي تقولي احنا عايزين نشوف الاوضه دي من جوه او نطلع بكاميرا نتفرج على المبنى من بره. تمام. اوكي. ده بالنسبه لي منظار البطن. منظار البطن في الاول كان عباره عن تشخيصي فقط، ومع تطور الاجهزه الطبيه منظار البطن بعد كده هو بقى تشخيصي وجراحي. وكانت العمليات بتاعه تاخر الحمل لما بيتعمل منظار البطن الجراحي ممكن تقعد بالساعات لتسليك الانابيب وفك التصاقات وفتحات جانبيه في الانبوبه وشيل اكياس من على المبيض موال كبير. وبعد شويه اكتشفوا ان مثل هؤلاء السيدات حتى لما بيعملوا هذه المناظير رغم كفاءة الأطباء والجراحين في بعض الأحيان انه المجموعة الأكبر منهم لما بتبقى الدنيا جوه ملعبكة قوي نسبة حدوث حمل في ال6 شهور اللي بعدها ما بيبقاش موجود. فقال لك ايه؟ يقتصر المنظار حاليا على انه يبقى منظار بطن تشخيصي او منظار بطن جراحي لتثقيب المبيض في السيدات اللي عندهم تكيسات على المبيض او فك بعض الالتصاقات البسيطه. نزود بقى عليها للساده المشاهدين ان هو لو هيتعمل في السيدات اللي عندهم تكيسات على المبيض معلومتين مهمين قوي لازم يبقوا عارفينهم. واحد، ان ده مش معناه ان التكيسات راحت. احنا قللنا من عدد الكور او الاكياس او التكيسات اللي موجوده، فبالتالي فرصه تنشيط المبيض عليت بجرعات اقل من المنشطات. نمرة 2 انه عشان انا انشط المبيض بعد عملية المنظار ده من الاساسيات، لانه في مجموعة من الستات بيروحوا يعملوا المنظار ويقعدوا في البيت. لا، هي هتعمل المنظار وتروح للدكاترة تاخد ادوية تنشيط، بس جرعة التنشيط هتبقى اقل. اوكي. ودي لابد ان تكون زي ما اتفقنا من شوية وقتية. يعني انا عملت المنظار
انا بديت اخد ادويه تنشيط بعدها، التنشيط ده لمده 6 شهور، الدكاتره بيقولوا لي مبروك بقى عندك تبويض، حملت اهلا وسهلا، ما حملتش هدخل على حقن مجهري. تمام. طب دلوقتي يا دكتور احنا بنقول دايما يعني اسباب غير معلومه لتاخر الحمل، هل فعلا في اسباب غير معلومه تؤدي الى تاخر الحمل؟ 20% من تاخر الحمل غير معلوم السبب، وانا بسميه البات نوار بتاع الانفيرتيليتي، الشبح الاسود لتاخر الانجاب وتاخر الانجاب غير معلوم السبب. طب برضه يا دكتور لو عايز اعرف منك، لو احنا عالجنا تاخر الانجاب نسبه نجاحها قد ايه؟ تاخر الانجاب نسب نجاحه تعتمد على التقنيه المستخدمه في اداره تاخر الانجاب. خلينا نديكي شويه ارقام. مثلا رجل عنده ضعف متوسط في الحيوان المنوي، هياخد علاج دوائي لمده 6 شهور، مراته سليمه تماما. مراته هتحمل في ال6 شهور اللي هو بياخد فيهم علاج بنسبه من 10 ل 15%. ادي واحد. رجل عنده ضعف متوسط او بسيط في الحيوانات المنويه وهيروح يعمل عمليه الدوالي، في حال ان هو يبقى محتاج عمليه الدوالي، وهياخد شويه ادويه بعد كده هو لتحسين جوده الحيوان المنوي. مراته هتحمل في حدود من 15 ل 20% بالكثير في ال6 شهور اللي بعدهم، في حال انها تبقى سليمه تماما. سيده هتاخد ادويه لتنشيط المبيض عشان في عندها مشكله في التبويض، في عمليه التبويض. الست دي هتاخد الادويه لمده 6 شهور، هتتابع دوائيا، والدكاتره هيقولوا لها مبروك انت عندك تبويض. مبروك انت عندك تبويض. هتحمل بنسبه من 15 ل 20% بالكثير في ال6 شهور اللي هتعمل فيهم التنشيط بتاع المبيض. واحده ست عملت عمليه الانذار عشان فك التصاقات حوالين الانبوبه، وتابعت التبويض بعد كده، وتحاليل الزوج ممتازه وكله تمام. هتحمل السيده دي بنسبه من 5 ل 10% في ال6 شهور بعد المنظار او بعد التسليك بتاع الالتصاقات. تمام. سيده هتعمل حاجه اسمها تلقيح صناعي، ان احنا ناخد الحيوانات المنويه بتاعت الزوج نحضرها ونرجعها في الرحم. في حال وجود ضعف شديد في الحيوان المنوي لا يجوز عمل هذا الاجراء. في حال وجود ضعف متوسط في الحركه الاماميه للحيوان المنوي، هذه السيده هتحمل في ال3 شهور متقطعين او ورا بعض بنسبه من 15 ل 20% في ال3 شهور. تمام. طب اتفضل يا دكتور. والحاجه التقنيه الاخيره وهي الحقن المجهري واطفال الانابيب، في حال ان السيده دي يبقى عندها عدد بويضات اكتر من 5، سنها اقل من 38 سنه، نسبه حدوث حمل هتبقى من 50 ل 55%. لو عندها عدد بويضات اقل من 5 وسنها اقل من 38 سنه، نسبه حدوث حمل هتبقى في حدود من 40 ل 45%. ولو هي فوق ال 38 سنه وعدد البويضات اكتر من 5، من 38 وانت طالعه، هتبقى نسبه لحد 42، خلينا ناخد لحد 42، من 38 ل 42 نسبه حدوث حمل هتبقى في حدود، لو طلعت اكتر من 5 بويضات خارج الجسم اللي تخصبهم هتحمل بنسبه 40 ل 45%. لو فوق 38 سنه وهتطلع اقل من 5 بويضات، نسبه حدوث حمل هتبقى في حدود من 30 ل 35%. طيب انا يعني يا دكتور عايزه اشكر حضرتك جدا جدا ان انت جاوبتنا على اغلب الاسئله النهارده اللي تخص تاخر الحمل. في اخر الحلقه اسمحوا لي ان انا اشكر الاستاذ الدكتور احمد عوض الله، استشاري امراض النساء والتوليد واطفال الانابيب والحقن المجهري بمستشفى دار الطب. يا رب نكون النهارده يعني جاوبناكم على اكبر قدر من الاسئله، وان شاء الله ما يبقاش في اي حد بيعاني من العقم او تاخر الانجاب. اشوفكم على خير الحلقه الجايه.